طيب لماذا نعد نسمع، طبعا هذه اسئله الجماهير، انا اسئلتي كتبتها خاص فيها. لماذا لم نعد نسمع اغنيه ياطلق بعد كل مباراه، بعد كل هدف عفوا؟ والله هي مشكله ما هي في بعض الأحيان بنغنيها وبعض الأحيان يمكن في تردد ما أعرف، لكن هي طبعا مهمة قوية لها تأثير. إن شاء الله نسمع المباراة الجاية مع أول هدف سجله الاتحاد، إن شاء الله نسمعها. طيب أستاذ صالح، هنا في واحد من الأخوان سأل سؤال يقول لك زمان كان دخلت اللعيبة وهم متكاتفين ردة فعل الرابطة تثير الحماس. الآن يقول لك في الفترة هذه حتى تفاعل الرابطة مع دخول اللعيبة ما هو التفاعل. لا في تفاعل، بس المشكلة في ايش؟ المشكلة قلت لك هي الموضوع موضوع ثقة. الجمهور تعرف نتائج السنة هذه يعني تكلمنا فيها، كانت بعد خسارة كأس آسيا صار في هبوط حتى في المعنوية. الناس كانت متأملة في كأس آسيا وتصفيات كأس العالم ونوصل كأس عالم للأندية، فكان الهزيمة تأثيرها مو سهل حتى على التفكير في إنتاج أي شيء يعني. طيب أستاذ صالح، يقول لك في واحد من الأسئلة هنا يقول لك ليه ما يكون عندنا حركات اللي هي توحد، يعني أنت كلمتك قوية على جمهور الاتحاد، يعني نوحد الزي الشيلان بطريقة معينة تكون لوحة فنية في اللعب. والله أنا دائما بطالب بتوحيد اللبس، حتى لما عن طريق جوال الاتحاد عن طريق الصحافة بطالب دائما بتوحيد اللبس، بشيلان 11 شيلان للملعب. حتى الحركات انت شفت الاتلاع لعب جاب الخصم ربشه، بنسوي حركات، يعني في اشياء دخلت حلوه وجديده، وان شاء الله انه المباراه الجايه قلت لك ان شاء الله انه يكون في شيء طيب. طيب استاذ صالح، في يعني الفتره الاخيره من احد السؤال احد الاخوان يقول لك جمهور الاتحاد صار يجامل صالح، وانا منهم، انا جامل صالح. شايف؟ ليش؟ انه لما يمسك اي احد الميكروفون ما يتفاعل معه، بعكس لما يمسك صالح الميكروفون. هذه ما هي مجامله، بالعكس حمدان صوته كويس، احمد مجتهد وحمدان صوته كويس، بالعكس التشجيع طيب معي ولا مع غيري، مش مشكله، ما في شيء اسمه مجامله في الملعب. الملعب هو محمد نور لما سجل جون والله لو تجيب استغفر الله العظيم ما بجيب كلام خارج، لو تجيب اي واحد يصيح مدرج بيتفاعل مع الجمهور. الناس تبغى جون يا حبيبي، نبغى جون، نبغى انتصار. انما موضوع انه جاء مني ولا شيء ما اعتقد، الله اعلم، يمكن انت جاء مني ما أعرف. لا لانه يقول لك يسني، يقول لك انت قاعد تجامله، انت قاعد تجامله لما يمسك صالح هذا تتفاعل معاه والكلام ذا. فقلت له خلاص نطرح السؤال، اذا انا جامله نطرح السؤال قدامه وخليه يجاوب. بالعكس والله ما في مجاملات ولا شيء، بالعكس خلي الاتحاد يسجل جون، ولو لو ولد صغير يعني ما عنده مثلا صوت، اي واحد ما عنده صوت اداء حيتفاعل مع الجمهور، حيصفقوا معه عادي، بس الجون هو المشكله. طيب استاذ صالح، هذا هنا احد اخوان السؤال الباب بصراحه حط روحه عشان لا يزعل، يقول لك لماذا انت مصر على الاسلوب القديم الطربي او البدائي؟ ايش بدائي؟ انا ما الاسلوب الطربي القديم او البدائي، يعني يقصد المزمار او البحري او ما ادري، بس ليه طيب مصر على الطرب القديم؟ شيل الجزء الثاني. اي طرب قديم؟ انا هذا بالعكس الناس قاعد يطالبون بالطرب القديم وانا قاعد اقدم. يقول لك ليش ما تعتمد اكثر على هزيجه حماسيه؟ يا اخي الاتلاع لعب يا الخصم رجل هذا في غيرها ربشه. هي ما في طربيه، بطلنا الطربيه عشانهم، هم اللي يقولوا الاولاد الصغار اللي يجون يجننوني، سوي لنا شيء ينقز سوي لنا، معلش بعض الاسئله معلش ترى لا تسالني هي معلش. طيب ولا عشان لا يقولوا بس انت تجامل، لان هم يعرفون اني ما في مجامله. طيب الاتحاد يا حبيبي يفعلوا فوق الجميع. هذا السؤال فعلا هذا عجبني، لان انا كنت بساله بس راح عن الذاكره. في اغاني كثير تنذكر في المدرج مره وتختفي من المدرج.
زي ايش مثلا؟ اتحاد الحبيبي غصب عنهم، اتحاد يلعب محلك سنة. هذه تجي لا اتحاد يلعب محلك سنة. طيب في بس اتحاد الحبيبي غصب عنهم هذه صار في اشكال، وتغنت كذا عشان حاجه معينه. طيب في اغاني كثيره منها حلو جدا جميله، في اغاني كثيره يعني تغنت مره واحده او مرتين بس ما نسمعها، يعني بتيجي بالخمس سبع ثمانية مباريات ما تنسمع مره. يعني هل هي كثر الاغاني او يمكن نسيان بعض الاحيان؟ انا والله اسوي كتيب واجيبه معي مدرج والله بجد، ولا ايش رايك؟ والله كتيب للاغاني بس اسمعها. تبغاني انا اسوي لك بس مستعد. ترى انا اقدر كل الاسئله اللي تنسال، بس في اسئله يعني معلش يعني. طيب استاذ صالح، هنا يقول لك الاداء المايكات، طبعا في التلفزيون هذا انا عرفتها قريب يعني من ابو طلال، تفاجات فيها انه طبعا في التلفزيون دائما ما اسمع صوت رابطه الاتحاد، شايف؟ طلعت انه يقفل الميكروفونات. يمكن الله دائما. بس هنا السؤال يقول لك ليش دائما في الملعب جده بالذات صوت الرابطه الاخرى اعلى من صوت رابطتنا؟ هل المايكات فيها اشكال؟ لا مايكاتنا زي مايكاتهم كلها الميكروفونات العاديه، بس ما اعرف يمكن اذن عشان اتحادي بيشوف الاخر يسمع صوت، ما اعرف. انا شايفها بتوصل درجه ثانيه بيقولوا بتوصل الصوت. طبعا هذا السؤال جاوبت عليه في بدايه الحوار. طبعا هنا اسئله كثير استاذ صالح، لكن انا بختصرها لك يعني في اشياء. هل في تنسيق مع احد اعضاء الشرف او اعضاء شرف معين لدعم الرابطه او سبب؟ لا ما في اعضاء الشرف، ما في. احنا في اخوان ما يقصروا معنا من محبين، لما نحتاج شيء ما يقصروا، والاداره طبعا متكفله باكثر الاشياء، بس في اخوان لنا برا بيسالونا محتاجين شيء، محتاجين مثلا مايك يروح يشتري لنا هو يجيبه، بعض لوازم التشجيع يشتريها ويجيبها. طيب استاذ صالح، هنا في احد الاخوان يقول لك ليش الهزيج لا تغنى حقت الاتحاد في المدرج ما تكون فيها حقوق حصريه او تسجل عشان ما تنسرق المدرجات الاخرى حتى برا السعوديه؟ هي بتسجل بس مو من حقك تمنع احد يتغنى فيها. هذا نظام معروف. اي فنان بيغني من المطربين الكبار طبعا بيغني اغنيه بيغنيها اي واحد، بس ما بتنزلها في شريط، بيغنيها في اي محفل، بيغنيها في اي مكان. ما شايف انه فيها مشكله، عادي. طيب استاذ صالح، يعني في سؤال هنا من احد الاخوان يقول لك رابطه الاتحاد تغنت بابو ثامر ورابطه الاتحاد لم تغني للمرزوقي الى الان. المرزوقي؟ ما سوى لنا ولا شيء ولا جاب البطوله. غنينا لابو ثامر اللي جاب بطولات، غنينا لمسعود جاب بطولات، غنينا لطلعت جاب بطولات، يبغى المرزوقي يجيب بطوله عشان اغني له يا دكتور القلب يا حبيبي. ايش المشكله يعني؟ والله غني له، ليه ما غني له مراسل النادي؟ طيب هذا اتحادي عاشق ابو محمد ابو فاطمه، لا ترجع للزمن الجميل وتقول لنا قصه قدره الله قويه والاتي غالي عليه. هذه زمان في مشجع اسمه عبد العزيز حلواني، كان عندنا مباراه مع الهلال في الرياض وكسبناها ضربات ترجيح، كان حارسنا علاء رواس. قبل المباراة طبعا هي لزمة، الآن صار كل الجماهير بيغنوها طبعا. هي لزمة جابها قدرة الله قوية والتي غالي عليه. فما شاء الله تبارك الله دي الأغنية وعمرها أكثر من 30 سنة. بس ما شاء الله ماسكة نفسها، هي رغم منها كلمتين قدرة الله قوية والتي غالي عليه، يعني كوبليه وصد ورد، بس كانت مرة من أميز الأشياء. إلى الآن احنا بنغنيها لما يصير في فورة كذا وقدرة الله قوية والتي غالي عليه، ولا لما الحكم يلطشنا بلنتي غلط ولا حاجة. طبعا طيب. شيء يقولوا الجمهور احنا ما لنا شغل فيه.